السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. النهاردة العيد، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم بإذن الله. فانا النهاردة هعمل لكم طريقة عمل الفول المدمس. هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة وهتعجبكم بإذن الله، وهنعمله بمقادير موجودة عندنا في البيت. شكله وطعمه ولونه في حتة تانية خالص. زي ما انتم شايفين الفول جميل جدا وطعمه زي العسل وعامل زي الزبدة بالظبط، جميل جدا ما شاء الله. وهنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة. انتوا عارفين طبعا دلوقتي احنا في العيد فالمحلات كلها قافلة، فطبعا احنا عايزين نعمل فطار، فاكيد طبعا فطار يعني فول. فانا عملت شوية فول زي العسل، والله هيعجبكم بإذن الله. انا هعمل الفول النهاردة في الدماسة. لو مش موجودة عندكم الدماسة هنستخدم اي حلة عندنا موجودة عادي جدا. عندي المقادير: معلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من البابريكا، جزراية صغيرة مبشورة، وكوب الا ربع من الفول المدشوش، وواحدة ليمونة تكون صحيحة مش فاتحينها ولا حاجة خالص، وواحدة من الطماطماية. وعندي نص كيلو من الفول. الفول ده بلدي، انا نقعاه من الظهر، يعني من امبارح الظهر لحد تاني يوم الظهر. يعني دلوقتي خلاص الظهر اهو قرب يأذن، فهنبتدي ان احنا نعمله. ده نص كيلو من الفول انا نقعته من امبارح زي ما أنا قلت لكم. هو بياخد نقع ليلة كاملة، تمام؟ يعني مثلا لو نقعناه من الظهر يبقى تاني يوم الظهر، لو نقعناه من العصر يبقى تاني يوم العصر، وهكذا، تمام كده. هنزل بكل كمية الفول في الجماسة. بالنسبة لكمية الفول، انا هنا لازم الفول ما يملاش الجماسة لحد الاخر، هيبقى 3/4 والربع التاني يكون فاضي. ليه؟ لان الفول لما هيستوي معانا هيتضاعف حجمه، تمام؟ ده شكل الفول ما شاء الله. وبقى 3/4 بس من الجماسة. هنزل بالجزر يكون مبشور، ما نكترش من الجزر. هنا الجزر انا عايزاه بس كلون، يعني هنا بيعمل لون حلو وطعم احلى للفول معانا. وهنزل بالفول المدشوش. لو مش متوفر الفول المدشوش هنستخدم العدس الاصفر، تمام؟ وهيدينا نفس القوام برضو ونفس الطعم بالظبط. هنزل بالليمون، ليمونه واحده ما تكون مش مفتوحه، لان لما الليمون بيغلي معانا في الفول هو بيتفتح لوحده، تمام؟ وما نكترش من الكركم علشان اللون ما يبقاش زياده. هي معلقه صغيره مليانه بالظبط، تمام. بالنسبه للميه، هنا الميه هتكون مغليه، ما ينفعش ان احنا ننزل بالميه تكون ساقعه او من الحنفيه، لان كنا نزلته من الميه اللي هي البارده من الحنفيه هياخد وقت على بال ما يغلي. هنا ضفت الميه تكون مغليه، تمام، علشان لما نحطها على النار تغلي معانا بسرعه. بالنسبه لكميه الميه انا مش عايزه املاها لحد الاخر، انا هخلي شويه بس منها علشان لما تغلي الميه ما تتكبش من بره. انا طبعا هنا عين البوتاجاز الصغيره خالص دي بتكون عاليه، تمام. اول ما الفول يبتدي ان هو يغلي ههدي النار وهغطيه. في الخطوه دي ما نسيبش الغطا يكون موارب شويه، لا هيغطيه. ليه؟ لانكم لو سبتوا الغطا موارب شويه هياخد وقت اكتر في السوى، انما انتوا لو غطيتوه مع نار هاديه خالص هيستوي بسرعه. هنا كان الفول استوى تماما ما شاء الله، والله العظيم ما خد اكتر من ساعه وعشرة بالظبط، وبقى عامل زي الزبده، مستوى جدا ولونه تحفه وطعمه مش قادره اوصف لكم، بجد من احلى الفول اللي تعملوه. مقاديرنا بسيطه جدا وسهله زي ما حضراتكم شفتوا، وطالع زي العسل، جميل جدا وما خدش وقت في التسويه خالص. هوريكم دلوقتي شكله عامل ازاي وقوامه عامل ازاي وقد ايه هو زبده. مسافه ما بتهرسوه بيتهرس معاكم بكل سهوله. طبعا احنا دلوقتي خلاص الظهر بيأذن اهو، وزوجي زمانه خلاص هيطلع من الصلاة. فطبعا انا عملت الفول علشان لما يطلع من الصلاة يلاقي الفطار جاهز. طبعا الفطار ما بيحلاش غير بطبق الفول المدمس البلد اللي احنا عاملينه، بجد جميل جدا طعمه وريحته وشكله في حتة تانية خالص. اتمنى تجربوه والله وهيعجبكم باذن الله. هوريكم دلوقتي قد ايه هو طري جدا وقد ايه هو عامل زي الزبدة، مستوي التسوية الصح جدا. جربوها بنفس الطريقة وبنفس المقادير والله وهتاكلوا احلى فول كلتوه في حياتكم، احلى من اللي بنشتريه من بره. طبعا احنا واخدين اجازة دلوقتي علشان احنا في العيد فالمحلات كلها قافلة، فنجيب بقى نص كيلو من الفول وهنعمل احلى فول زي الزبدة بالظبط. يعني خدوا الكمية اللي انتوا عايزينها والباقي هنسيبه لحد ما يبرد تماما، وبعدين هنعبيه في اكياس وهنحطه في الفريزر. قبل ما نستخدمه هنطلعه قبلها بنص ساعة وهيطلع زي الطازة بالظبط. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوا تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.